لو عايز اعمل فلاش تانك عندي في الحمام، عندي 3 طرق ممكن استخدمهم. اول طريقه ان انت ممكن تيجي على اللي هو المكان اللي هتحط فيه التويلت، ولو هو يعني اللي هو نص طوبه 12 سنتي وعايز بقى تزود، لان انا لازم اعمله طبعا طوبه كامله. انت ممكن تعرف المكان فين بالظبط وبعدين تزود عليها. بس ده في الفينش مش هيبقى احسن حاجه، لان هيبقى فيه بروز فشكله مش هيبقى حلو، اللي هو هيبقى فيه بروز عن باقي الحمام. طيب الطريقة التانية ان انا اصلا الحمام بتاعي انا بنيته طوبة كاملة عادي، وتيجي على المكان اللي فيه التويلت بعد ما تثبته كل حاجة هتقعد بقى تكسر، بس دي ممكن تكون متعبة شوية يعني بالنسبة للصنايعي، لانه هيبني وبعد كده هيكسر. فالطريقة التالتة المفروض يعني ان هي احسن واحدة، لان انا من الاول هبقى اللي هو الحمام بتاعي كله طوبة كاملة عادي، انا عارفة فين المكان اللي هحط فيه الفلاش تانك. اثبت الاول الفلاش تانك بتاعي وبعد كده ابقى اكمل المباني، بحيث ان انا بقى ما اقعدش ابني وبعد كده اكسر فهاخد مجهود زياده وهكذا. وطبعا الفينش بتاعه في التشطيب بيبقى شكله حلو جدا.